أتريد جنة ربنا؟ ها يا أنصار، أتريد جنة ربنا؟ أتريد مأوى الفائزين وتروم مجدا خالدا؟ فاقبض بجمر باليمين، حاز الغريب مفاوزا للخير في دنيا ودين. كن في حياتك عابرا أو كالغريب بكل حين. طوبى لكم يا صحبنا من رام طوبى لن يلين. بعض الرسائل التي تقول: ماذا استفدتم 12 سنة من الثورة؟ ما بنيتم دنياكم، ما توظفتوا، ما كذا ما كذا. هذه الرسائل يا أخوة ليست غريبة على أناس تلقوا الدعوة بخطاب معين فقط، ظنوا أنه هو الدين، ظنوا أن الدين فقط هو جانب تحصيل الدنيا، كما يسمعون من بعض المتصدرين أو من بعض الفئات الدعوية. عندهم فقط الدين هو الرحمة، هو التسامح، هو العمل وتحصيل الرزق، هو كذا كذا كذا. وفعلا كل هذه الأمور من الدين. ديننا عدل، ديننا رحمة، ديننا دين تسامح، ديننا دين عفو، لكن أيضا ديننا دين تضحية في سبيل الله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التضحية، وعلمنا الله تعالى في القرآن التضحية. انظروا إن شئتم إلى جانب التضحية في المال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من أنفس أموالكم. انظروا إن شئتم إلى جانب التضحية بالنفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. انظروا يا أخوة إن شئتم إلى الجوانب التضحية الكثيرة: جانب التضحية في الوقت، جانب التضحية في بذل ما تستطيع في من قدرة، من جاه، من عمل لله. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. في الآية الأخرى: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن طريق الجنة كله طريق تضحية. لا تصل إلى الجنة حتى تمر بما يحيط بالجنة. حفت الجنة بالمكان، أما النار فحفت بالشهوات. طريقه كله سالك شهوات وفتن وملذات حتى يصل الإنسان إلى النار والعياذ بالله. لذلك نحن ما خلقنا في هذه الحياة حتى ننام ونأكل ونشرب ونتوظف ونتنعم، لا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقوا. وأمدح الله عز وجل عباده الصالحين والأنبياء بماذا؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لذلك يا أخوة لما نرى كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نجد التضحية هي العنوان. نجد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببيته وهاجر، ضحى بماله، ضحى بأولاده كلهم دفنهم عدا فاطمة، ضحى بكل شيء في سبيل إيصال الدعوة. نعلم أن الإنسان لا يصل إلى أي أمر يريده، أي إنجاز يريده لا يصل له إلا بالتضحية. وفرق بين الشغل والتضحية. التضحية هي ترك شيء لأجل الله تعالى، ترك شيء من المال، من النفس، من الولد، من ملذات الدنيا لأجل الله تعالى. عامر بن الجموح أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العرج، شديد العرج ومعذور عن الجهاد في سبيل الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وكان له 4 أبناء أشداء فأرادوا منعه من الخروج في معركة أحد، فلما خرجوا تبعهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحالهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو الجويح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجة الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، يعني دعوه يشارك في المعركة. فشارك فكان شهيدا من شهداء أحد، ثاني معارك الإسلام، شهيد من شهداء أحد، وطأ بعرجته الجنة. هذا هو فضل الله تعالى على من يضحي بنفسه لأجل الله تعالى، يضحي يقدمها رخيصة لأجل الله تعالى. الخلاصة: على قدر ما تضحي على قدر ما يكون نتاج دعوتك ورفعتك وهدايتك. حتى لن تنالوا البر، لن تنالوا الرفعة والطاعات اللي يفتحها الله عز وجل على عباده حتى تنفقوا ما تحبون، حتى تقدم مالك الذي تحبه، حتى تقدم نفسك، حتى تقدم ولدك، حتى تقدم وقتك في سبيل الله تعالى، حتى تقدم صحتك في سبيل الله تعالى. لذلك إمام المتقين والمضحين هو النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر ما يضحي الإنسان يجد النتاج. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وانتشار الإسلام. انظر إلى الصحابة الكرام الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الأئمة الأربعة، انظر إلى الأئمة الذين قدموا، انظر إلى الشيخ محمد وهاب رحمه الله كيف ضحى حتى وصلت دعوته، انظر مثلا إلى الشيخ عبد الرحمن السميط في أفريقيا، انظر إلى الدعوات وأمثلة دعوات كثيرة جدا ما صعب أنك تحصيها الآن في مثل هذه الدقائق، لكن كل ما ضحى. انظر في سوريا مثلا، مثال عندهم في سوريا الآن المشايخ اللي الشيخ مثلا علي الطنطاوي من الشام لما ضحى في سبيل الله وخرج من بلده وضحى بابنته، قتلت ابنته وترك بيته، ترك هذا الثمار وهذا النتاج. انظر الشيخ مروان الحديد دعوته رجعت وعادت. على قدر تضحيتك على قدر ما يبقى أثرك، أبدا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأنا أتكلم معكم مررنا بالمكان اللي انطلق منه فتح سوريا بالكامل، هذا الفوج 46. من هنا يا أخوة بدأت المعركة الأولى للتحرير، من محور قبتال الجبل ثم من هذا المحور. لما تحرر هذا الفوج كانت المعركة استمرت في عدة ساعات، قتل فيه الكثير من المجرمين. لما تحرر هذا الفوج فتحت كل مناطق ريف حلب بهذا الاتجاه كاملة إلى أن نصل إلى حلب، وأنا الآن في طريقي لحلب. اللهم لك الحمد اللي أذن بالفتح. لما حرروا المجاهدون انطلقوا بعد مباشرة إلى اتجاه حلب، مباشرة انطلاقة سريعة جدا. في نفس وقت انطلاقتهم إذا بشباب مضحين في سبيل الله عز وجل كانوا في قلب مدينة حلب، هجموا بشكل مباغت وكانوا يلبسون لبس الأمن العسكري تبع النظام ويتشكلون بشكل النظام، وكانوا قد دخلوا من عدة أيام إلى مدينة حلب كانغماسيين متسللين. انقضوا على فرع المخابرات الجوية اللي هو المركز الرئيسي لإدارة العمليات في حلب، الميليشيات الإيرانية والمجرمين النظام وغيرهم. فدخلوا على هذا المقر فإذا به رأس إيران في سوريا، رئيس الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وكذلك موجود عدد من القادة الكبار للنظام المجرم في حلب. فقتلوهم جميعا. بعد ما قتلوهم إذا بالطريق أصبح سالكا إلى حلب، خربطت كل جبهاتهم. شوفوا 4 أو 3 من أسود الإسلام كانوا سبب في فتح سوريا كلها. كم لهم من الأجور؟ طبعا استشهد 3، بقي 1. نسأل الله أن يحفظه ويبارك له في هذا العمل العظيم. ذكرونا بمعاذ ومعوذ والبراء بن مالك، ذكرونا بالصحابة الفاتحين العاملين. ما شاء الله وصلنا أكاديميتنا في حلب. اللهم بارك يا رب العالمين.